موعد والتوقيت والقنوات الناقلة لمباريات الجولة الخامسة من الدوري الجزائري. لكن قبل ذلك تفضلوا بالاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. إذن أول مباراة من هذه الجولة الخامسة بين نادي بارادو ومولودية وهران ستكون يوم الجمعة 10 من نوفمبر 2023 على الساعة 3:30، وستكون المباراة على ملعب الدار البيضاء بالعاصمة. وثاني مباراة في هذه الجولة بين اتحاد السوف وشباب قسنطينة تلعب يوم الجمعة 10 من نوفمبر على الساعة 3:30 بملعب الفاتح نوفمبر 54 بواد السوف. وثالث مباراة بين وفاق سطيف وشبيبة القبائل يوم الجمعة 10 نوفمبر على الساعة 3:45 ستكون بملعب 8 ماي 45 بسطيف. وأما المباراة الرابعة فستكون بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة يوم 10 نوفمبر على الساعة 5، وستلعب المباراة بملعب 5 جويلية بالعاصمة. وننتقل إلى المباراة الخامسة عن هذه الجولة الخامسة بين شبيبة الثورة ومولودية البيض يوم السبت 11 من نوفمبر. ستكون المباراة على الساعة 6 بملعب 20 أوت 55 ببشار. أما المباراة السادسة عن هذه الجولة الخامسة بين أولمبي شلف ومولودية الجزائر ستكون يوم السبت 11 من نوفمبر على الساعة 5، وستكون على ملعب محمد بومزرق بمدينة شلف. أما المباراة السابعة فستكون بين نجم مقرة والصاعد الجديد نجم بن عكنون يوم السبت 11 من نوفمبر على الساعة 3، وتلعب على أرضية ملعب مقرة. أما المباراة الثامنة والأخيرة عن هذه الجولة الخامسة فستكون بين اتحاد خنشلة واتحاد بسكرة يوم السبت 11 من نوفمبر على الساعة 3، وستكون على ملعب حمام عمار بخنشلة. وأما فيما يخص المباريات المتلفزة عن هذه الجولة الخامسة فستكون كل من مباراة شبيبة القبائل ضد وفاق سطيف ستكون منقولة، وأيضا المباراة الثانية هي بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، وأيضا المباراة الثالثة شبيبة الثورة ومولودية البيض ستكون أيضا منقولة، ورابع مباراة منقولة هي أولمبي شلف ومولودية الجزائر. هذه المباريات الأربع المنقولة على التلفزيون الجزائري. لم يتم تحديد القنوات بعد، عندما يضع برنامج التلفزيون الجزائري سننشر فيديو آخر نضع فيه القنوات بالضبط. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، إلى فيديو آخر، لا تنسوا الاشتراك في القناة، إلى اللقاء.